لو كل يوم بتصحى من النوم بتقول نفس الجملة بتاعت كل يوم اللي هي السوق نايم، يبقى انت اصلا صاحي ليه؟ في بياعين كتير بتقول نفس الجملة كل يوم وتقول لمديرينها السوق نايم. المنافسين حارقين الاسعار. الناس معهاش فلوس. العملاء مش محتاجة المنتج دلوقتي. الناس شايفة ان الحاجات هترخص. في بياعين كتير قوي بتعمل كده. فلو انت بتصحى كل يوم الصبح بتعيد نفس القصة، بتقول السوق نايم، السؤال الأهم من انك تقول ان السوق نايم المنافسين بتحرق اسعار، هو انت عملت ايه مختلف يخليك تاخد نتيجة مختلفة؟ ما انت لو كل يوم الصبح بتكلم نفس الناس، بتعمل بنفس طريقة الفولو اب، نفس البايب لاين شغال عليه، بتسأل نفس الأسئلة، بتعمل اوتريتش نفس اللي انت بتعمله كل يوم، عمرك ما هتلاقي نتيجة مختلفة معاك. لان ممكن في وقت من الاوقات يكون السوق مش احسن حاجة، بس احنا اتفقنا ان البياع البرو هو اللي بيخلق فرص من جديد، هو اللي بيفتح الباب المقفول، هو اللي بيعمل فوركاستنج صح، هو اللي بيشوف فين التسريب في الداتا بتاعته ويقدر يحلها. لو فضلت كل يوم تصحى الصبح تعمل نفس الحاجة مش هتاخد نفس النتيجة. ليه يا صديقي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هيغير لك اللي انت عايزه، بس انت غير من نفسك، حسن من نفسك، طور من نفسك. طب تيجي تسالني تقول لي يا ياسيني طب انا اعمل ايه؟ تعال اقول لك شويه خطوات، تريكس وستيبس تعملها تغير طريقه شكل الطريقه اللي انت شغال بيها. مبدئيا اول يوم الصبح اسال نفسك ايه هي الفاليو بروبوزيشن او الميزه التنافسيه اللي هتخليني اغير، اعمل يو اس بي مسج او يونيك سيلينج بوينت جديده اتكلم بيها مع العملاء. اغير طريقه الاسئله. لما تيجي تسال نفسك سؤال، تكلم العميل مثلا، مش كل يوم تقول له نفس الفولو اب، لا غير الطريقه. اسال شات جي بي تي، اسال الاي اي، تقول له مثلا برودكت ده انا عندي واحد اتنين تلاته، عايز طريقه مختلفه ابعت مسج بيها، او اما اكلم العميل تدي له معلومات جديده. اكتر معلومات بيحبها العميل معلومات عن السوق اللي حواليه وعن الاسعار وتحركات الاسعار. شوف التسريب فين اللي موجود في الداتا بتاعتك في البايب لاين. ما انت راجع البايب لاين بتاعتك، مش معقول انت مثلا سي انا بعمل 10 كولز في اليوم، لا خليهم 15. غير طريقه كلامك، غير طريقه سؤالك، اتعلم سكيل جديده، كلم ناس جديده، روح مناطق جديده، اعمل حاجه دايما وانتظر نتيجه مختلفه لما تغير الاسلوب بتاعك. ما تنتظرش نتيجه مختلفه وانت بتدي نفس المعطيات. دي قاعده اساسيه حتى في الساينس. لا تنتظر نواتج مختلفه بنفس المعطيات، بنفس العملاء، بنفس البايب لاين. فمستحيل هتاخد نتيجه مختلفه وانت اصلا ما غيرتش طريقه تفكيرك. سيف الفيديو ده وارجع له وقت ما تكون محتاج، او وقت ما تكون انت بتقول السوق نايم. لان انت السوق مش نايم، انت بياع برو، انت سيلز كونسلتنت، انت اللي في ايدك تخلق الفرص وتعمل فرص جديده وتخبط على البيبان المقفوله. المره الجايه لما تيجي تقول السوق نايم افتكر دايما ان انت ما غيرتش اي حاجه من اللي بتعمله كل يوم. انا الحسيني استشاري مبيعات، وانت معايا عشان تاخد تركايه في السريع وبس كده.